السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ هتعملي ايه يا مرحب فطار النهارده؟ ان شاء الله يا حبيبة قلبي هنعمل ايه؟ كبدة فراخ جميلة الجمال. حطينا الايه؟ ال 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 الطاسة ديت، الصينية ديت على النار. طيب عملت ايه يا مرحب؟ تعالوا بقى معانا كده نشوف هنعمل ايه. رصلك الحاجة على الرخامة اهوت يا حبيبة قلبي. رصلك الحاجة على الرخامة. شايف المنظر الجميل؟ بصي يا حبيبه قلبي، الطماطمتين صغيرين، بصلايه صغيره، قرن فلفل او قرنين. الكبده اتغسلت واتفتحت، هجيب لك ديت احطها هنا، وناخد الليمون ده كده قبل ما مسقه الايه. ناخد الليمون الحلو ده. شايفه المنظر ده يا عسل؟ شايفه اهو الليمون ده كده نحطه على الكبده اهو. خليكي معايا. وبرده هنا واخلي النص ده هو احطه فين عليها بعد ما ايه، بعد ما احطها في قلب الايه، في قلب الحاجه دي. شايفه الليمون ده كده عليها وهي ايه، وهي لسه طريه. ايوه شوف المنظر يا قلبي، المنظر يبقى جميل وحلو. ونغطي بقى الايه، بصي بقى نحط الايه، نحط الغطا. تبقى مجهزه غطا حلو كده. ونحط الاول، بصي قبل اي حاجه نحطها خالص خالص للكبده دي، نحط ايه اهو التوم، حته توم من الجمال بتاعنا ده. خليكي معايا يا عسل، ماشي؟ حته توم حلوه محترمه كده. امسكي بقى الكبده، بصي يا عسل لا ما بوظيش مطبخ، انت لسه غسلاه بقى ومنضباه للعيد. تسقطي الكبده واحده واحده كده، شايفه المنظر؟ وبعد ما اخلص في اخر واحده هوريها لك برضه. يعني تحطي الثوم وتقوم حاطه الكبده ايه اللي انت غسلاها غسله حلوه وعصرت عليها الليمون. وفي عسل هنوريها لك برضه ايه، هنوريها لك برضه ايه بجمالها وحلاوتها. ونقلبها بقى. بصي يا عسل، شوفوا بقى الجمال والحلاوه. شفتي الثوم اتحط الاول، اتحطت الكبده، ولازم ولا بد يكون ايه السمنه او الزيت او اللي انت حطاه يبقى قادح عشان يغير لك لونها في ثواني في ثواني. ما تنزلش ميه، ومش عايزه الكبده تنزل ميه. كل اللي انت شايفاه ده كله زيوت او سمنه، لان كده كده الكبده بالذات الكبده بيتكتر لها الزيت او السمنه، لانها ما بتشربش ولا زيت ولا سمنه. بيفضل في الحله وبيفضل في الصينيه وبيفضل في الحاجه. ايوه بيفضل في قلبك، واخده بالك يا قلبي؟ طيب هتزودي عليها ايه يا ام رحاب لما انت حطيتها بقى في السنتون كده وحطيتيها؟ هات السجق كده. احلى سجق، خليكي معايا. بحط وياها ليه؟ يديها طعم ويديها ريق حلو كده. اقطعني شويه، اغطيها. يلا بينا نشوف ايه الكبده العسل دي وصلت لفين. يلا بينا. شوفوا يا شباب، اتحمرت. شوفي اتحمرت في قلب الايه، في قلب الزيت والسمنه اتحمرت. شوفي شوفي عسل اهو اهو. شوفي الكبده اتحمرت وبقى شكلها عامل ازاي. حاجه كده ايه، عسل عسل بسم الله ما شاء الله. تعالي بقى ايه هل دي ميه؟ لا دي زيوت يا قلب، دي زيوت، لان الكبده بالذات ما بتشربش زيوت ولا اي حاجه. يعني انت بعد ما تشيلي تحطها في الطبق عادي. طب انت هتحط ايه يا ام رحاب؟ شويه السجق دول يا حبيبه قلبي بيدوا لها برده ايه طعم ونكهات حلوه كده اهو. دول كده هنحطهم فين على الايه، ونسيب دول عشان محتاجينهم برده ايه لحاجه ثانيه. ويا السجق وهو بينحف هتحط ايه تاني بقى يا ام رحاب؟ هنحط حبه بصل صغيرين، خدي بالك يا قلبي. دول كده يعني ايه لا هيضرهم ولا هينفعهم، بس ريحه بس كده مع الثوم. هتحط ايه تاني يا ام رحاب؟ خدي بالك يا قلبي، هنعصر الليمونه ديت. انا قلت لك ان انا ايه هخلي نص ليمونه اعصرها عليها وهي بايه، وهي بتتسوى. خلاص يبقى احنا ايه اهو ليمونه ونص عصرناها على الايه، على الكبده. هنحط ايه تاني؟ الحبه الطماطم ده هم بس ما تكتريش. طيب انما الفلفل الاخضر كتري، الفلفل الاخضر بالذات كتري عشان نسيبها بقى تكمل سوى. شويه ملح صغيرين، شويه ملح كده ايه صغيرين، مش عايزينها تبقى حادقه قوي.
شويه كمون، شويه فلفل اسمر، ماشي عسل، شويه فلفل اسمر كده على الكبده، قلب شوربه دجاج فقط لا غير. تمام كده، نقلب بقى تقليبه. نقلبها تقليبه حلوه في الخضار الجميل والسجق، ونغطيها بقى ايه، تاخد وتدي مع نفسها في الخضار. بصي يعني لا تذكر اهي، نقطه زيت بسيطه خالص خالص، ونقوم حاطين ايه شويه السجق دول للايه، للفول. هنعمل شويه فول، بس شويه فول بالسجق، شويه فول بالسجق، ماشي يا شباب. بس انا هحط الاول السجق، لان السجق كلته زيوت وكلته دهون، ماشي، واخده بالك. انا حاطه نقطه كده لا تذكر ليه، لان انا عارفه ان السجق كلته دهون، ماشي يا قلبي. فاحنا بحط ده الاول في قلب الحله، واجيب فص توم حلو كده عشان انا بحب الفول بالطماطم بفص توم. تعالي كده، بحب احط فص توم كده صغير، ماشي يا قلبي. حته البصلايه دي برده كده مع حته البصلايه كده برده مع السجق، شويه الطماطم دول كده مع السجق، كل ده ايه مع السجق يسويه ويديله بقى طعم وشكل حلو كده. احط له التوابل عشان التوابل تبقى ايه وياه برده كده ايه، عشان كتر برده في التوابل. شويه ملح صغيرين هم دول بس اهو، عشان كتر توابل برده. شويه كمون، لان الفول بيبقى ابوه وامه الكمون، ماشي. لا فلفل اسمر لا، ديت ايه مش عارفه هي ده كمون. طب ما دي كمون ده يا ولاد. حط شويه بهارات من بهارات المحشي، فين غطا الحله دي بقى. اشطف لي القرنين الفلفل ده وهاتهم. هم مغسولين باين. لا ده جايين من الثلاجه. اقطع الفلفل الاخضر ده على الفول، ما رضيتش احطه في الاول ليه، لان انا ايه عايزاه يبقى باين ايه مخضر كده في الفول. نجيب كيس الفول اهو، عاملاها مجهزاها عندي يا شباب، ما اشتريتوش من بره، لا انا عاملاها قبل رمضان، واحطه كده عشان ايه لسه قدامه شويه على ما يبوش. كيس الفول الجميل ده ماشي، وريحته بقى كده هنقله على العين اللي ورا عشان خاطر ايه امال الحله دي فيها ايه مرحب، فيها بطاطس بتتسلق وبيض للسحور. البيض يتسلق للسحور، والبطاطس ايه بنهرسها بحته سمنه بلدي كده، بتبقى هاديه كده وحلوه، مش بنحمرها، ما بنحمرهاش يا شباب.
نحمر بس قرنين فلفل كده، مش هحط زيت تاني، مش عايزه زيت كتير، انا كاني بقليه او بشويه بس كده. هات لي دول كده. الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. السلطة، بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل، كله نواشف. تعالوا بقى معانا يا شباب، هنشوف هنعمل ايه النهارده في الفطار بتاعنا. تعالوا معانا. فطار مرحبا النهارده كبده وسجق، بسم الله ما شاء الله. هاتي سجقايه كده اما اعمل لك عليها تيست. اللهم صل على النبي. طب ده ايه يا مرحب؟ نشيل الغطا ده نحطه هنا. حبه فول بالسجق برضو كده، حلاوتهم وطعمتهم زي كده. الاكل النهارده كله نواشف. تعالي معايا عسل، احلى شويه فول بالسجق. حبه فول بالسجق بقى عالي العال. العيش فين يا شباب؟ حبه فول بالسجق. ها فين العيش؟ تعالى بقى كده، تعالى وانا بدور في الطبق ده معايا كده. احلى فطار النهارده، بسم الله ما شاء الله. وايه، والعيش بقى هينحط هنا. كبده، فول بالسجق، فلفل، زيتون، سلطه، ليمون مخلل. ويا رب فطار مرحب النهارده كده البسيط. العسل ده يعجبك واقول لك ايه، اتفضلي.